بالتأكيد مفيش أحسن من الستر، والمشي البطال آخرته خسارة، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. سنة 2015 كانت ملايين الجوازات على مستوى أمريكا كلها في خطر، وبالفعل حصل حالات طلاق بالآلاف، بالإضافة للقضايا والنزاعات كانت برضه بالآلاف. ده غير الناس اللي أنهت حياتها بإرادتها، مش عايز أقول اللفظ لأن اليوتيوب بيزعل منه. وعلى ذكر اليوتيوب، القناة دي حلم حياتي، اللي هو اقعد معاكم كده برحرح كده وبراحتي واقول اللي انا عايزه واجيب المواضيع اللي انا عايزها. محتوانا كل ما هو غريب ومثير وعجيب، يعني هنتكلم في كل ما بني على المعلومة والدهشة. فلو مش مشترك في القناة بسرعة اشترك في القناة وهات المج بتاعك وتعالى نسمع حكاية موقع او شركة من اعجب الشركات اللي ممكن تسمع عنها. شركة او موقع اشلي ماديسون، واللي لما وقعت عملت زي غطا بلعت الشارع لما يتفتح. الريحة كانت وحشة قوي. شركة أشلي ماديسون وإزاي بوقوعها تم الكشف عن أكتر من 37 مليون زوج خاين. 37 مليون زوج خاين. خونة. اسم أشلي ماديسون ده تحس إنه اسم بنوتة كيوت كده صغيرة، بس مصيبة الاسم ده مصيبة. الحياة قصيرة، امتلك علاقة سرية. Life is short, have an affair. ده كان شعار تطبيق المواعدة الأول في العالم للمتزوجين. المفروض إن تطبيقات المواعدة بتوفق راسين في الحلال أو في الحرام، مش هتفرق. اللي بيفرق بس إن الراسين دول بيكونوا مش مرتبطين بحد تاني. لكن أشلي ماديسون كان تطبيق مواعدة للمتزوجين. أسسه الراجل الطاهر ده دارين مورينشتاين سنة 2001. دارين رجل أعمال كندي، أعماله منيلة ب60 نيلة، والتطبيق اللي بنتكلم عنه ده مبني على تشجيع الخيانة الزوجية، وبيسوق نفسه على إنه مكان خالي من أي شروط، لا تحت سن ولا فوق سن ولا متجوز ولا خاطب، كله معانا شغال. أهم حاجة إنك تكون عايز تخوض التجربة الغرامية، عايز تعط أو تمليط أو أي كان المصطلح اللي هيوصل لك الفكرة. أكتر من 80 مليون عملية تسجيل في الموقع بمعدل 20,000 عضو يوميا. ربنا يرزقنا بربعهم النهارده من غير مليطه ولا قله ادب. الاعضاء دول كانوا بيدروا على الشركه ارباح مهوله. سنه 2023 اشلي ماديسون كانت بتحقق 400,000 دولار من كل مليون مستخدم، ومع 70-80 مليون مستخدم تقدر تقول ان ارباحها السنويه تخطت 28 مليون دولار. اموال قذره من تحت غطا البلاعه. الفلوس دي كانت بتيجي من فرض رسوم على العملاء علشان يصلوا الى الميزات الرئيسيه على الموقع. باختصار ما تعرفش تظبط مع اي حد على الموقع ده من خلال الشات الا لما تدفع ثمن الرساله، سواء الرساله اللي هتبعتها او اللي هتستلمها. وفتح الرساله كان ب5 نقط، ولو حبيت تفتح ساعه كامله من غير العداد ما يعد، مش كل رساله يعني تبقى ب5 نقط، هتشترك ساعه كامله او هتشتري ساعه كامله ب50 نقطه. افتح بقى يا عم خلال الساعه ديت رسائل زي ما انت عايز. عيش يا اكسلانس. وعشان تعرف التسعيره الحقيقيه او ال50 نقطه دول يكلفوك قد ايه، فلازم تعرف يا حضره ان ال100 نقطه هيكلفوك 59 دولار. يعني مش عايز احسبها بس تقريبا فتح الرساله هيكلفك 9 دولار. ده بالاضافه لانك ممكن تشتري نقط تدعم بيها الملف بتاعك اثناء البحث، وده علشان يتصدر المراكز الاولى اثناء البحث. يعني المزه لما تدوس هتلاقيك طالع لها كده في الاول زي الفانوس. انا اشطر واحد. ممكن بقى تبعت لها هدايا زي بتاعت التيك توك دي، وكلها طبعا بالنقط والفلوس. وبالنسبه لبياناتك على الموقع فما تخافش، انت ممكن تكتب عليه اي بيانات مزيفه. ممكن تكتب عليه مثلا شقته قاعد جنب الحيط، او هي تكتب مصلحه بس مش مروحه، اي اسامي في اي كلام. ده بالاضافه لان المستخدم ده بعد ما يخلص مليطه ممكن يدفع 19 دولار بس علشان يحذف بياناته دي كلها. الله الله على المواقع الجميله اللي بتحقق للواحد كل امانيه. اماليط وانا عامل فيها انفيزبل مان محدش يشوفني، ده جميل جدا. فالفكرة ان محدش هيقدر يتتبع بياناتك ولا يعرف اللي انت عملته، وبالتالي هتكون في امان من غضب المدام. حتى لو دورت وراك مش هتوصل لاي حاجة. ده هو الكلام اللي سوقته الشركة لعملائها. ولكن السؤال، هل الكلام ده فعلا حقيقي؟ الشركة دي كانت بتستهدف الرجالة اللي عايزين يقيموا علاقات والستات اللي عايزين حد يصرف عليهم. باختصار كده وعلى بلاطة. وطبعا واضح نوع العلاقات ده هتبقى ازاي، ولكن قانونيا الحكومة ملهاش اي حاجة عندهم، لان ده مجرد موقع مواعدة بيأدي خدمات خاصة بالتعارف وبياخد مصاريف ادارية على حاجة زي كده. مش مسرح ستات لا مؤاخذة وبياخد عرقهم، ده مجرد خدمة وبس.
والموقع بوضعه ده كان محل استياء عدد كبير جدا من الأسر والشخصيات المحافظة في المجتمع، ولكن للأسف محدش عارف يتصرف معاه ازاي قانونيا، وعلشان كده الموقع أصبح مستهدف من قبل أشخاص قرروا يلعبوا مع الموقع ده بطريقة مختلفة. مع بداية سنة 2015 الموقع كان شغال زي الفل، عمل في أول 6 شهور تقريبا حوالي 115 مليون دولار. المدير التنفيذي بتاع الموقع كان بيقبض حوالي 5 مليون دولار. الدنيا كانت تمام، ولكن مع بداية الصيف ودخول الشغل الحقيقي حصل اللي ما كانش حد يتوقعه، سواء من القائمين على الموقع أو من زباينه. في يوليو سنة 2015 ظهرت رسالة غامضة على الدارك ويب صادرة من مجموعة هاكرز سموا نفسهم امباكت تيم أو فريق التأثير. المجموعة دي خاطبت المسؤولين التنفيذيين في أشلي ماديسون وقالوا لهم مرحبا في أسوأ كوابيسكم، احنا اخترقنا الموقع وكل أسراركم وبيانات عملائكم في ايدينا. وانتشر الخبر على جميع وسائل الإعلام، وكانت حالة رعب كبيرة جدا لأصحاب الشركة والقائمين عليها والملايين الزباين اللي شبح خراب بيوتهم كان بيحوم حواليهم. المدام هتعرف. طبعا الرعب ده كان ماسك كل رواد الموقع ما عدا الناس اللي كانت بتدفع 19 دولار علشان تحذف بياناتها. بعد ما يخلص يدفع 19 دولار انا ما كنتش هنا، هم دول بس اللي كانوا في امان. بس الموضوع ما توقفش عند الاستيلاء على المعلومات والبيانات اللي موجودة على الموقع، الموضوع كان اكبر من كده بكتير. المخترقين دول قالوا ان الشركة كانت بتضحك على عملائها، لان ال 19 دولار اللي كانوا بياخدوهم دول نظير انهم يحذفوا بيانات العميل نهائيا ومحدش يقدر يوصل ليها بعد كده، كانت فنكوش نصبايا. الهاكرز دول اعلنوا انهم وصلوا لكل سجلات المستخدمين المحذوفة، وحذروا الموقع لو لم يتم اغلاق الموقع ده خلال شهر فكل البيانات اللي معانا هننشرها على السوشيال ميديا، ولا عزاء للمغفلين. وختموا البيان ده بكلمتين: هتعملوا ايه؟ المشكلة طبعا ما كانتش بتقتصر على اغلاق الموقع وقفل حنفية الفلوس اللي عمالة تخر من ورا الشمامين. عفوا العملاء. المشكلة ان بنشر المعلومات دي ملايين البيوت مهددة بخرابها. وبمرور الايام بدأت مجموعة الهاكرز دي تسرب معلومات بسيطة ما بين وقت والتاني علشان تأكد على مصداقيتها وان المعلومات فعلا تحت ايديها. كان بتتخرب كده مفيش مشاكل، نظير الهدف الاسمى الموقع ده يختشي ويدوق عينة من اللي ممكن تحصل للناس. وكل ما ينزل تسريب السوشيال ميديا والصحافة والبرامج التلفزيونية تشتغل من وراهم. برامج التوك شو ما كانش ليها شغلانة غير أشلي ماديسون وتسريبات أشلي ماديسون. الدنيا كانت مقلوبة حرفيا، وكل ده وتدخل مقر أشلي ماديسون تسمع صرصور الغيط. الشركة ما أخدتش أي إجراء ولا أكنهم سمعوا حاجة. بالنسبة ليهم المطلوب ده كان شيء مستحيل، ايا كانت العواقب انا مش هقفل باب رزق بيدر عليا ملايين الدولارات. وقصاد هذا التطنيش المتعمد فريق امباكت بتاريخ 18 اغسطس سنة 2015 نفذوا وعدهم وسربوا بيانات اكتر من 37 مليون مستخدم على الدارك ويب. 37 مليون مستخدم ب 37 مليون اسرة، ده خراب دولي. اتسربت الاسماء بارقام الموبايلات بالايميلات بتاريخ المعاملات اللي هو الدخول والخروج من على الموقع بأرقام الكريدت كارت اللي كانوا بيستخدموها في الدفع. وأصبح الكلام على عينك يا تاجر. ال 37 مليون مستخدم دول منهم حوالي 15,000 بريد إلكتروني بينتهي بدوت جوف، وده معناه إنها بتنتمي لشخصيات حكومية أو عسكرية. طبعا موضوع البحث في الداتا دي كلها كان مرهق. مين دي اللي هتقعد تدور في ملايين الاسماء والارقام علشان تعرف اسم جوزها فين؟ الموضوع صعب، ولكن الدنيا لم يعدم فيها الخير، واولاد الحرام ما خلوش لاولاد الحلال حاجه. الناس اللي عايزه تساعد بدات تعمل مواقع على الانترنت في تحليل كل التفاصيل دي وترتيبها في مواقع، بحيث ان الزوجه او الزوج او اي شخص مهتم يدخل يكتب الايميل او التليفون او رقم الكريدت كارت، والموقع يتفضل مشكورا يقول له الايميل او التليفون او الكريدت كارت ده متسجل عندنا. جوزك بيعط يا هانم. انا كموقع مش قادر اصدق. امباكت تيم هاكرز اعلنت للجميع ان مفيش اي بيانات محذوفه، الشركه كانت بتكذب عليكم. عزيزي الشمام لو مفكر ان انت في امان ده عندها يحلتها. تعال. الهاكرز دول اعلنوا ان كل البيانات متاحه وموجوده،
واعلنوا ان الشركه كسبت من ميزه حذف البيانات دي اكتر من 1,700,000 دولار. خدوا الفلوس دي كلها بدون وجه حق، كذبوا على الناس وسلموهم تسليم اهالي. وطبعا كانت صدمه كبيره على كل خلبوص حريص على اخفاء شخصيته. الناس دي فتحت المواقع، لقيت بياناتها على المشاع، وبدات الفضيحه تنتشر ان القائمين على موقع اشلي ماديسون بجانب ان هم سفله وقلالات الادب كانوا كمان نصابين وكذابين. ده من ناحيه البيانات المحذوفه. اما المصيبه الثانيه بقى فكان الاعلان عن ان 95% من المستخدمين الفعليين للموقع من الذكور، وال15% الباقيين مشكوك في انهم من الاناث، يعني احتمال كبير برضه ما يكونش كلهم اناث. وطبعا علشان الشركه تغطي خدمات ال 95% الذكور اللي على الموقع كانت بتفتكس او بتخترع حسابات وهميه علشان يبيعوا الوهم لكل حيحان تلفان عايز يخون المدام. اشلي ماديسون زيفوا اكتر من 90% من الحسابات النسائيه الموجوده على الموقع. وللدلاله على حاجه زي كده، واحده من الموظفات اللي موجوده في الشركه دي رفعت دعوى قضائيه ضد الشركه، كانت بتطالب بالتعويض لان الشركه طلبت منها انشاء 1000 ملف تعريفي مزيف باسماء نسائيه خلال اسبوعين، وده شكل عليها عبء وضغط كبير وعمل لها اصابات في الساعد والمعصم. والله، وهي عشان كده بتطالب بتعويض. وبخصوص الموضوع ده الصحفيين الاستقصائيين بدأوا يدوروا على التواجد النسائي على الموقع، ووجدوا ان الموقع مفيش عليه نساء تقريبا. الاشتغالة كانت عالية قوي. الموضوع كله كان اشتغالات في اشتغالات، والست اللي عايزه تعك او تخون جوزها مش هتحط بياناتها على موقع زي ده، طبيعي يعني. اللي هيحط بياناته على الموقع ده ابو رياله. البيانات اللي وصل ليها الصحفيين الاستقصائيين دول بتقول ان في وقت من الاوقات الموقع كان فيه 31 مليون شخص و5.5 مليون سيده، وقصاد العدد الكبير ده من السيدات على الموقع ما كانش فيه رسائل بتتفتح على البريد الوارد الا حوالي 1492 رسالة، مقابل 20 مليون ذكر فتحوا الرسائل بتاعتهم من على الايميل. وده معناه ان قصاد الملايين المملينة من الذكور اللي موجودة على الموقع ده ما كانش فيه الا اكتر من 1000 سيدة بحاجات بسيطة، وغالبا هيكون معظمهم مش مسألة خيانة، هيكون معظمهم شغالين في السيكو بوكو وداخلين يقلبوا عيشهم. طبعا عدد لا يذكر، والباقي كان حسابات وهمية. اي نعم، ممكن تكون بعض الحسابات دي يكون اشخاص تانية هم اللي عاملينها مش الشركة، ولكن معظم الحسابات الوهمية دي معمولة من داخل الشركة، بدلالة انهم تتبعوا الاي بي اللي اتعملت منه بعض الحسابات دي، فوجدوا اكتر من 80,000 حساب الاي بي بتاعهم خارج من فرع من فروع الشركة الام لاشلي ماديسون. فريق الهاكرز امباكت لما سئل من خلال حوار كده مع موقع صحفي على الدارك ويب ازاي انت قدرت تخترق موقع زي ده، فكانت المفاجأة ان المخترقين دول قالوا انه بصراحة الدعاية والاعلام اللي معمولة للموقع دي اي كلام، لان حالة الموقع الامنية بصراحة وعلى بلاطة سيئة جدا. اي مخترق مبتدئ كان ممكن يخترقه بسهولة. الناس حتى برغم الملايين دي كلها مش صارفة ومكلفة على شغلها، سايبين الموقع كده في الطل. الكلام ده اثار غضب كبير جدا من مستخدمي الموقع، لانهم كانوا بيدفعوا فلوس في موقع يفترض انه بيحافظ على خصوصيتهم وامانهم، وده طبعا غير متوافر في موقع زي ده يمكن اختراقه بسهوله من اي هاكرز معدي. فريق امباكت قال انه عمل حاجه زي كده بدافع اخلاقي، لان موقع زي ده كان بيمارس انشطه غير قانونيه بشكل قانوني، وكان لازم نتدخل. احنا ما ابتزناش حد. الشركه الام لاشلي ماديسون هي اللي كانت بتبتز عملائها، واللي كانوا هم كبش الفدا في العمليه كلها، لان المشكله ما كانتش في الهاكرز ولا في الشركه ولا في اي حد. المشكله الاكبر في المبتزين اللي جم بعد كده، والمبتزين دول عاملين زي اغنيه الحرب او الطبقه المنتفعه من قيام الثورات، لان بعض المبتزين اللي مالهمش علاقه بالموضوع بداوا يشتغلوا على الموضوع ده ويدوروا على بيانات الازواج ويتاكدوا من وجودها على الموقع ويرسلوا ليهم رسائل: لو ما بعتلناش المبلغ الفلاني هنقول لاسرتك ان انت من رواد موقع اشلي ماديسون، وحل مشاكلك بقى يا عم. كده هتقف وجها لوجه قدام المدام، وحينما يتصارع الافيال فلا تسألني عن العشب الأخضر. وفضلا لأمرا اشترك في القناة، والسلام عليكم.